كابتن السيد أبو العمايم أحد النماذج الشبابية تحدى الظروف الصعبة والحياة القاسية المليئة بالمشاكل والصراعات التي فرضت عليه. وبعد أن فقد أشقائه بسبب المشاجرات والخصومات، قرر أن يتنحى جانباً ويترك هذا الطريق ليصبح أحد رجال الأعمال ويصحح مسار جيل قادم للحياة من أبنائه وأشقائه الصغار، مبتعداً عن كل ما هو سيء، ليضرب مثلاً رائعاً في تحدي النفس وكسر شماعة الظروف. لاقى أبو العمايم محبة وقبولاً وسط أهله وأصدقائه، وعرف بصورة ابن البلد الشهم القريب من الجميع. في ضوء تبني الغربية نيوز الشخصيات الإيجابية والمؤثرة في المجتمع، احنا النهاردة أمام حالة شبابية تحدت الظروف الصعبة وتحدت الظروف السيئة اللي اتفرضت عليها. نموذج شبابي النهاردة بتبرزه الغربية نيوز للمجتمع. هنتعرف النهاردة على قصة الكابتن سيد أبو العمايم ابن مدينة المحلة الكبرى، وبالتحديد محلة البرج. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورت الدنيا. الله يعزك يا فندم. كابتن سيد، البداية نتعرفنا على قصة كابتن سيد أبو العمايم، أحد أبناء مدينة المحلة الكبرى اللي قابل ظروف صعبة فرضت عليه. تمام. الظروف دي كانت عبارة عن مشاكل ومشاجرات وخلافه. تمام. اللي كلها بتؤدي لطريق في الآخر نهاية متعارف عليه. تمام. حضرتك تمردت على الطريق ده وما استسلمتش للظروف، والنهاردة أصبحت واحد من يعني نقول حتى من صغار رجال الأعمال الحمد لله اللي بيتجه نحو الطريق الصحيح. لذلك انت حالة مؤثرة للمجتمع. ممكن تقول لنا البداية ازاي وايه اللي خلاك تاخد الاتجاه الصحيح وما استسلمتش للظروف ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ كلامي، كل واحد بيبقى جوه طفل. الطفل ما يجي يفكر لنفسه ما يعرفش يفكر لنفسه، لازم حد يفكر له. فطبعا احنا بالنسبة لنا اللي كان بيفكر لنا أهالينا طبعا ملخومه في الحياه الصعبه والدنيا، اللي مش هيشتغل مش هياكل. فنيجي بقى ننتهي من حيث ما انتهى الاخرين، ان احنا طبعا في بيئه مشاكل وكده وسوء، والدنيا والحمد لله ماشيه. في مشاكل بتتفرض علينا من الجيره من اي حاجه، بتتطور المشاكل ديت في يوم من الايام بتصبح في حياتك زي الكابوس. طب نعمل ايه؟ طب وصلت المشاكل وخدت اخواتي وخدت الدنيا باظت وانا اتحبست ورحت وجيت والدنيا معايا ما لهاش نهايه. فطبعا قدامي طريقين، يا اكمل وافضل بقى سيطره ونفوذ ونأذي في الناس والناس تأذي فينا، يا اما نجعل الكلام ده اخر وبما يرضي الله بقى كده، نمشي بما يرضي الله في وسط الناس ونكمل زي البني ادمين الطبيعيين كده يعني. فانا من اول ما جيت من السفر بقى لي مثلا 4 سنين ولا 4 سنين ونص، الحمد لله خدت اختيار بقى لنفسي ان انا خلاص مش هعمل الغلط، ونمشي في وسط الناس بما يرضي الله، وناكل اللقمه الحلال، وما نبقاش قلقانين من حاجه ولا حد قلقان مننا في حاجه، زي اي بني ادم طبيعي. حضرتك القرار دوت ما كانش فيه اي عوامل مساعده على حسب المتداول تخليك ان انت تاخد الاتجاه ده، ان انت تغير مسار حياتك من السيء للمسار الصحيح والسليم؟ كان القرار نابع من جواك؟ نابع من جواك طبعا. كان في مساعده، لازم يكون في مساعده حد، حتى لو الفكره طالعه من جواك لازم برضه حد ياكد لك على المعلومه وياكد لك على الفكر اللي هو ان انت كده ماشي صح. لما اجي مثلا حد حبيبي زي الاستاذ امجد الصايغ، توأم روحي المستشار، يعني امجد حاجه في حياتي، حاجه بني ادم ملوش زي بصراحه والله، صاحبه بجد. جيت انا قلت له طب انا هكمل، قدامنا مشاكل واخويا مات والدنيا والدين وبتاع، قعدنا حسبناها. طب اخوك كان رايح فين وجاي منين؟ اخوك الغلطان. طب اخواتك غير بقى من نفسك، لان لو خدت النمط بتاع اخواتك كده ما احنا هنكمل فين؟ يبقى مالكش مستقبل كده، هتموت يا هتخش في طريق مسدود. فقعدنا فكرنا مع بعض، الحمد لله ربنا كرمنا في التفكير، وقلت خلاص انا تابع على ربنا، وقمت رافع ايد عن كل حاجه غلط. وكنت طبعا انا بقى في حقوق لاخواتي وكده، فبرضه والغلط كان عند اخواتي في المشاكل، فطبعا اللي صفحت عنه واللي كنت خدت حقه، فالدنيا مشت كده يعني. كان يستاهل اللي اخد حقه وخدته ايام المشاكل. وما جينا مثلا بقى في رجعنا بقى لعقلنا كده وفكرنا بالعقل، صفحنا عن ناس كتير الحمد لله، وقفنا جنب ناس كتير، وقلنا ربنا نختار طريق الهدايه بما يرضي الله. كابتن سيد، حضرتك توغلت في المشاكل بحسب المتداول، وكنت وصلت لمراحلها النهائية، والتحول من الطريق الخاطئ للطريق الصحيح كان محتاج قوة رهيبة جدا في الشخصية وقوة إيمان بالله، وإن أنت تحيد عن الطريق ده. طبعا تحدي جوه النفس. البدايه كانت ازاي؟ البدايه انا اصلا مش راضي عن اللي انا بعمله، بس مفرض عليا يعني. في المشاكل اللي كانت حصلت في الاول، اذا كانت على غلط او على صح، المهم ان اخواتي برضو اتقتلوا واحد ورا التاني.
فانا بالنسبه لي في حقوق لازم ترجع، لان احنا عايشين في وسط ناس ما بنفكرش لوحدنا، مش عايشين لوحدنا بنقول مثلا دي تعدي او مثلا دي ما تعديش، او مثلا اخويا كان غلطان او ما كانش غلطان. انا اخويا اتقتل فخلاص انت دماغك مش فيك فلازم تكمل. فالحمد لله ربنا هدانا برضه ان احنا ما كملناش المشوار كله برضه، يعني في برضه ايه اللي سبب الاذى اتاذى، واللي كان برضه ايه خطأه 80% ده خلاص عافينا عنه. وبرضه غيرها يعني نرجع لاي مشكله حصلت خلاص، طالما اللي قدامي وقع في الغلط وما كرروش معايا خلاص ممكن نعديها، او مش متعمد الغلط او ما يعرفنيش. ده بالنسبه لوقت المشاكل بقى وقت اخواته ووقت الصعوبات. انما بعد كده بقى خلاص ربنا الحمد لله هدى الواحد، خلاص السن بقى عدى ال 35 ودخلنا في ال 40، فما خلاص ما عادش يسمح بقى الوقت للكلام دوت. وزي ما انا بقول لحضرتك كده خلاص انا بالنسبه لي الوقت الفتره دي عدت بقى. وانت كنت في من البدايه اصلا حتى وانت ماشي في الطريق ده ما كنتش راضي؟ لا مش راضي، لان انا اساسا في البدايه برضو صنايعي، يعني كنت شقي طريقه برضو كهربائي سيارات، وكان عندي ورشه وكانت الدنيا معايا مظبوطه، ورجعت سبت الورشه ودخلت في التجاره. وبعد كده لقيت بقى اخواتي بيتقتلوا واحد ورا التاني، طب انا هقف اتفرج عليهم ولا هعمل ايه بقى؟ ما بقيت في موقف انا ما اسيب البلد وامشي ولا اكمل مع اخواتي ولا اقول ماليش دعوه، ولا وانا حتى لو قلت ماليش دعوه مش بمزاجي برضه، مش في اختيار، انت اخو فلان وفلان فاحنا هنزعل كل اللي منا، او المشكله مع واحد من اخواتك لازم كله يزعل، الاب والام والبنات والرجاله وكله في المشكله. فانا كده كده حتى لو قلت ماليش دعوه فكده كده طيلان، يعني لو حتى بقيت مش جدع بيني وبين نفسي وقلت ماليش دعوه طيلان، فكده لازم تبقى ايه، اكون او لا اكون ابقى راجل حتى بيني وبين نفسي، يا ما اكونش راجل بقى واسيب البلد وامشي. فاتفرضت والحمد لله برضو ايه، يعني لو لنا حقوق خدناها الحمد لله، وبرضو ولسه الناس بتحبنا. اهم حاجه ان انا حتى لو بعمل مشاكل او في دم او في كده برضو الناس الحمد لله، الناس برضو بتقول السيد ما بيبداش بغلط، السيد بيكمل، كان له حقوق. المفروض ان احنا على دماغنا احنا مش على دماغ حد، على دماغنا احنا، لنا حقوق في الدماغ في القديم، لنا حقوق بناخدها. طبعا كل الجبهه دي بقى كده خلصت، تبدا الوضع الجديد اللي انا بقيت فيه، اللي انا اخترته لنفسي بقى. وساند معايا برضو المستشار امجد، وساند معايا الاستاذ جميل اخويا الاستاذ جميل محامي في ظهري، والمستشار في ظهري الحمد لله برضو ايه، سندوا معايا كده ان انا برضو ايه الم نفسي وامشي في الطريق السليم وابقى ابعد عن اي حاجه فيها غلط. والحمد لله ربنا وفقنا يعني الحمد لله. تقبل الناس كان عامل ازاي في الشكل، ولا هو ده اساسا كان المبدا ان انت حتى وانت في مشاكل ما كنتش بتزعل حد؟ مبدا ده مبدا الحمد لله من وانا طفل، ان مش عايز حد يبقى زعلان مني، حتى لو ليا مع الناس، يعني لو حد زعلني انا شخصيا في حاجه بصفى عنه بسيبه. انما اللي فات والشراسه اللي فاتت والمشاكل والكلام دوت عشان اخواتي، حق اخواتي من اللي حاجه اتفرضت عليا، ما انا هسيب حقي. انما حق اخويا اصلا ما هوش موجود عشان يسيب حقه، كان توفى. فبعد ما توفوا ما انا ايه، كانت الدماغ شابطه في القديم شويه، اللي انا حقوق لازم اخدها، فكنت بتعامل كده. بس الحمد لله برضو ما كملتش في القديم، عملت ستوب ووتش الحمد لله، وربنا كرمني برضو هداني للخير، خلاص قفلت الصفحه القديمه الحمد لله. النهارده انا مركز بقى في التجاره وفي التعامل الحمد لله مع الناس، وبرضو بالسيره وبالسمعه بين الناس وبالكلمه. الهدف ان احنا دلوقتي خلاص هقفل الصفحه القديمه وابقى زي ما الناس اللي بتحبني عايزاني، الناس اللي بتحبني عايزانا ابقى ايه، ربنا يقدرني ابقى عند حسن ظن الناس اللي بتحبني، وما يتفرضش عليا مشكله باذنك يا رب، ما يتفرضش على مشكله ولا يتفرض عليا حاجه وحشه، وانا هبقى برضه ايه زي ما انا كده بعيد عن اي حاجه تجيب ورا باذنك يا رب لقدام على طول. بعد ما حضرتك فقدت اخواتك القرار كان اصعب طبعا. ازاي تحديت الحته دي؟ ما هي دي تحدي جوه البني ادم بقى، تحدي النفس دوت. ما هو دي الفتره اصعب فتره بحكي لحضرتك عليها، ان هي انا قعدت مع نفسي، طب هطلع ولا هكمل، طب رحت فين وانا اصلا الدنيا بايظه مني، اخواتي اتقتلوا والدنيا باظت وكده، طب هعمل ايه؟ ربنا بقى هنا له دور جامد معايا الحمد لله. كل عيله في الدنيا بيبقى فيها فرع فاسد ممكن يفسد بقيه العيله، تمام وارد. انما فرد بيصلح شأن عيله كامله صعب. دي هنا البطوله دي اللي احنا صعب. لما سمعنا عن القصه المتداوله بتاعت كابتن سيد ابو العمايم قررنا ان احنا نظهرها اعلاميا علشان نبين ان في نموذج ايجابي بيتحدى الظروف دي كلها. ممكن انت تكون شايفها، انت استغربت لما احنا اتواصلنا معاك وكلمناك عايزين نسجل، انت مستغرب وحاسس ان الموضوع يا جماعه الموضوع عادي، مش بدرجه البطوله مش كده انتوا تسجلوا معايا وبتاع ومش عايز تسجل والموضوع معاك اللي هو لا. بس انا شايف ان هي
بطولة، لأن حضرتك بتغير مسار جيل كامل، جيل جاي بعد كده. تمام. ربنا رزق حضرتك بأطفال. توأم. مين بقى؟ احمد ومحمود. ما شاء الله. والسيد. 3 يعني. 3. ما شاء الله. الله يخليك. وغير ان في مثلا كمان استاذ مثلا محامي، أستاذ أخو حضرتك، جميل. استاذ جميل المحامي اخو حضرتك. فانت بتتكلم في مسار 4 أو 5 أو 6 أو 10 شباب طالعين للمستقبل. تمام. فلما يطلعوا يلاقوا ان في قصه بطوليه حصلت لوالدهم مثلا او لاخوهم الكبير او لجدهم او ان هو الراجل ده كان ممكن يمشي في تراك غلط وهو غير، فانت اصلحت جيل كامل من غير ما تشعر. يا ريت الناس يسامحوا الناس اللي هي يعني الناس تتعامل بقى ازاي؟ تتعامل خلاص الراجل دوت فهم وبقى فاهم، والناس بتقول لك خلاص بقى كويس. الناس تعامل بقى اللي منه على اساس ان يعني مثلا لما قابل واحد كان ابوه بيعمل مشاكل، طب ابن فلان طب فلان ده استقام ولا فضل يعمل مشاكل؟ لا استقام، خلاص ما اقولوش بقى ده انت ابن فلان بتاع ابوك كان بيعمل مشاكل واهلك كانوا بتوع مشاكل. هو كابتن سيد الصح بيفرض نفسه. طبعا. ولو طبعا. على فتره طويله بيفرض نفسه. طبعا. انما الباطل هو اللي بيفضل مستمر ومتداول. فاحنا علشان عندنا كمان بنحب نبرز النماذج الايجابيه، لما سمعنا ان في حد غير مسار حياته كلها من السيء والأسوأ للأفضل، فاحنا عشان كده حبينا نتداول الموضوع إعلاميا. بس هو برضو ربنا اللي بيوفق، ربنا اللي بيوفق. ما فيش حد له حاجة في نفسه. المغرور مريض مش واخد باله، هو برضو المرض وكل حاجة برضو لها سبب، واللي ربنا هديه برضه هو ربنا هديه مالوش حاجه لنفسه، برضه ربنا كملها بالسهل. كابتن احنا اتشرفنا بلقاء حضرتك، وحضرتك حابب تضيف حاجه قبل ما نقفل؟ لا الحمد لله تمام. اتشرفنا بلقاء حضرتك وان شاء الله النموذج يكون يحتذى بيه لاي حد يكون عايز يغير من مسار حياته للافضل. حبيبي شرفتني والله شرفتني يا استاذ احمد.